يا أيها الخونة، يا أيها المنافقون المشاركون شئتم أم أبيتم في قتل إخواننا، في تجويع الناس، يا من أبيتم إلا أن تخالف أفعالكم ما تقولون به وتنادون به، يا من أبيتم إلا أن تشتروا رحمة الناس وتكتيل الناس بعبارات فضفاضة كذابة، يا من أبيتم إلا أن تكونوا عبيدا للسياسة. نبشركم أن حقد نفوسنا وغيظ قلوبنا يتجه إليكم، والله إنا لنبغض من حال بيننا وبين عدونا وبين الجهاد في سبيل الله. نبشركم أن الله سيعذبكم في الدنيا بالهوان ووصف الخيانة ونعت النفاق، وسيعذبكم في الآخرة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب يوم القيامة الذين عذبوا الناس في الدنيا؟ ألم يخبرنا نبينا عليه السلام عن امرأة دخلت النار في هرة لأنها جوعتها وعطشتها، وأخرى دخلت الجنة غفر الله لها ذنبها بكلب سقته بلغ به العطش أن كاد يلهث الثرى. الناس حقا يموتون من الجوع اليوم، الآن في الساعة التي أتكلم فيها يموتون، وأبناؤهم ونساؤهم يموتون من الجوع. كنا نقول يموتون من القصف، والآن نقول يموتون من الجوع. محمد نور الدين زنكي يقول والله إني لأستحي من الله أن يراني متبسما والكفار يحاصرون المسلمين. ذكرني حال عمر بقول الأوزاعي فيما رواه عنه الخطيب، قالوا ليوسف عليه السلام لما تجوع لما لا تشبع وخزائن الأرض تحتك؟ فقال يوسف عليه السلام أخاف إن أنا شبعت أن أنسى الجائع، أخاف إن أنا شبعت أن أنسى الجائع. قال الحسن البصري من موجبات رحمة الله التي تنزل بها الرحمة إطعام الجائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف أحب الأعمال إلى الله أن تطعم الجائع، أن تطعم الجائع، أن تنفع أخاك المسلم، تطعمه خبزا أو تدفع عنه جوعا. روبة بن الحجاج قال والله ما شبع إنسان من طعام ويعلم أن جائعا ينظر إليه لا يواسيه بكلمة ويقدر على نفعه ثم لم يفعل إلا ابتلي قبل أن يموت. قالوا لسمرة بن جندب ولدك فلان أكل حد التخمة حتى كاد يموت، غضب قال والله لو مات، والله لو مات ما صليت عليه. أيموت تخمة والناس يموت من الجوع؟ أيموت تخمة والناس يموتون من الجوع؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يدخل على بيت جعفر يتفقد أبنائه فيراهم هزلة فيقول ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة أيشتكون الجوع؟ لا يصبر صلى الله عليه وسلم أيشتكون الجوع؟ قرأت في كتاب الجوع لابن أبي الدنيا وما أتلوه عليكم منه أن خادمة اشتهى داود الطائي اشتهى شيئا مطبوخا فصنعت له خادمته دسما طبيخا، فلما وضعته نظر إليه قال ما صنع أيتام بني فلان وتذكر أيتاما يعرفهم، قالوا على حالهم، قال ارفعوا لهم هذا الطبيخ اطعموا الأيتام. قالوا خذ حاجتك والله ما أكلت منذ كذا وكذا. قال إن أنا أطعمت الأيتام كان لي عند الله مذخورا، فإن أنا أكلته ألقيته في الحش مهدورا.
أمنا عائشة ذبحت شاة وفرقتها وأبقت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟ قالت عائشة: ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال: بل بقيت كلها وذهب الذراع. أنس بن سيرين يقول: اشتهى عبد الله بن عمر سمكا فأحضرنا له سمكا ووضعناه مشويا مملحا على خوانه، فلما نظر إليه تلا قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما صنع أيتام بني فلان؟ قالوا: على حالهم. قال: أرسلوا لهم السمك. قالوا: خذ شهوتك. قال: إنهم شبعوا أخذت شهوتي. إنهم شبعوا أخذت شهوتي. عثمان بن عفان كان يطعم الفقراء طعام الأمراء، ثم يدخل داره فيأكل الخبز والزيت ويقول: شهوتي أن أراهم وقد أكلوا، شهوتي أن أراهم وقد أكلوا. أبو كعب الحريري قال: بلغني أن داود النبي عليه السلام كان يذبح في مطبخه كل يوم 70 بقرة فيطعمها الناس، ثم يدخل داره فيأكل خبز الشعير ويقول: إذا الناس طعموا شبعت، إذا الناس طعموا شبعت. مدرك يقول: دخل علي عبد الله بن عباس فقال: يا مدرك عندك طعام؟ قال: عندي طعام الغلمان. قال: ضع لي. فوضعت خلا وبقلا وملحا وخبزا فأكل وشبع. ثم قال: نادي الغلمان. فجاء الغلمان فقال: ضعوا لهم طعام السلطان، طعام الأمراء، فأكلوا حتى شبعوا طعاما طيبا. فقال ابن عباس: شبعي برؤيتهم يأكلون، شبعي برؤية الغلمان وهم يأكلون طعام الأمراء. يا إخواننا، الناس يعيشون فتنة عظيمة، ينظر العامة يمنة ويسرة فلا يجدون مدافعا عن المسلمين إلا الروافض، وينظرون يمنة ويسرة إلى أهل السنة فلا يجدون إلا خائنا أو ساكتا أو مطبلا. فتنة عظيمة، أيما فتنة هي. قادة اليهود، حاخامات اليهود، رؤساء حربهم النتن يصرح علانية أن الذي أصنعه في غزة ليس لأجل ما صنعته حماس، ولكنه ضمن مخطط حربي مدروس، لأنها أرض الميعاد التي وعدنا الله في التلمود والتوراة. هم يصرحون بذلك. قتلوا الشجر والحجر والبشر، قصفوا المدارس والمساجد، مراكز النور ومراكز الإغاثة، تجمعات الناس، أحرقوا الناس أحيان. هم لا يريدون إلا التهجير. ويأتينا آت ويقول بسبب حماس. والله لقد أرقتم نفوسنا وأقلقتم قلوبنا بجهلكم. الذي يقتل الغزيين لن يبالي غدا إذا قتلكم، فاستعدوا لما أصاب إخوانكم، ولن تموتوا حتى تبتلوا. كلام لكل قادر يقدر على نفع إخوانه ثم لا يفعل.